بنت مصر الحرة بتسجل زيارة السيد دكتور محمد صابر عراب وزير الثقافة لمسرح السامر زيارة ميدانية. موقع مسرح السامر تابع لوزارة الثقافة، وده الوفد المرافق لسيادة الوزير. دكتور محمد أبو الخير رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الوزير الدكتور محمد صابر عراب وزير الثقافة، دكتور مدحت فهمي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، مهندس محمد أبو سعدة رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الصحفي الكبير وليد الضعملي، زيارة ميدانية لدكتور محمد صابر عراب وزير الثقافة لمسرح السامر. باشمهندس أحمد، موقع مسرح السامر زي ما احنا شايفينه تحت التأسيس، في إجراءات كتير، في إنشاءات كتير. ابو حميد وحشني وبعد ما كسب عرضنا على خطأ رئيس مجلس وعقدنا معاه وعمل رسومات هندسيه كامله متكامله المشروع كله. ايمن خفاجي ولا مين؟ المهندس ايمن خفاجي. ايوه ده شكل مفضلك بس المكان ده كمان ممكن حضرتك كده. لا هو شايف المبنى هو كده. ايوه الواجهه الرئيسيه دي 13 عشان ايدك معانا والكتف. الجزء الخلفي 8. ليه 8؟ لانه زي ما احنا شايفين دي التصميمات المحطوطة للشكل المسرح. الجزء ده من هنا حضرتك ممكن اجيب الماكيت حضرتك. الماكيت بعد اذنك بعد اذنك. سلام. ماشي لو مش هتصور ارجع بعد اذنك. الثقافه وده هيبقى مدخل. حط كلكم كده انتوا قاعدين ده الكورنيش اهو. وده معلش انا اسف ايدك بس جنب مني ارجع لورا بس. الوضع الصغير اللي بتعملوا انتوا ايه؟ هو مسجل بتعملوا ايه؟ ايه اللي بتسكتوه يعني؟ لا من هنا كويس قوي كنت هقول يعني لا من على كويس قوي. لا من هنا على الشارع. وفي كافيتريات تطلع على تخدم المسرح مساحته حوالي 450 متر. لا في هيسع 650 متر. حلو قوي. صاله وبلكون وكله. وفي الرابع السادس والسابع في مبنى سينما بيسع 200 كرسي ممكن نستخدمه تجاري. يبقى في قاعه مسرح وسينما اثنين، يعني مسرح وسينما بتسع 650 كرسي وقاعه سينما بتسع 200 كرسي. طيب الدراسه دي عندنا